اهلا وسهلا بكم في غابتنا الجميله. اليوم غادي نسافروا لليابان باش نحضروا واحد الوصفه عالميه ولذيذه. دابا شوفوا معايا المقادير اللي غادي نحتاجوا لهاد الوصفه السهله واللذيذه. عندنا هنايا صدور دجاج مقطعه، صوص صويا، سكر بني، خل الرز، جنجبيل طري محكوك، ثوم مهروس، شويه نشا الذره باش نتقلوا الصوص، وزنجلان وبصل اخضر للتزيين. مكونات بسيطه ولكن النتيجه خرافيه. اول حاجه غادي نخلطوا صوص الترياكي ديالنا. في زلافه غادي نديروا صوص صويا، السكر البني، خل الارز، الزنجبيل والثومه. نخلطوهم مزيان حتى يذوب السكر. من بعد غادي نزيدوا قطع الدجاج لهذا الصوص ونخليوه يتشرب مزيان. كل ما خليتوه كتر كل ما جا بنين كتر. دابا جا وقت الطياب. غادي نحطوا الدجاج في المقلاة السخونه. من بعد غادي نزيدوا عليه باقي صوص الترياكي اللي بقات لينا ونخليوها تعقاد وتغطي الدجاج كامل. الريحه يا سلام. ونخليوه يطيب مزيان من كل جهه حتى ياخذ داك اللون الذهبي الزوين. غادي نقدموه مع شويه ديال الزنجلان والبصل الاخضر باش نزيدوه جماليه وبنه. شوفوا معايا هذا المنظر. وها هو الطبق ديالنا واجد. دجاج ترياكي معلك ولذيذ، ريحته كتشهي. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الوصفه ديال الدجاج الترياكي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الوصفه الجايه وتهلاو في راسكم.